منحت اللجنة التقنية التابعة للكاف اللاعب عز الدين أو ناحي جائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث قدم مستويات كبيرة في المباراة ومد زملائه بالعديد من الكرات الحاسمة، كما أعطى دفعة كبيرة للأغيبين طيلة أطوار المباراة بتسجيله لهدف أمام تنزانيا في الجولة من دور المجموعات لنهائيات كأس إفريقيا المقامة. حاليا بكوت ديفوار بات الغوليادور يوسف النصيري على بعد هدف واحد من معادلة أهداف الأسطورة أحمد فرس الذي يملك 6 أهداف من مشاركة في الكؤوس الإفريقية التي خاضها بقميص القميص الوطني. النصيري بات في رصيده 5 أهداف، وفي حال تسجيله لهدف آخر سيتساوى مع أحمد فرس